إنسانا بغير حله مثل غزال ناعم في ظله وانتصف الليل ولم تصله. تندم على ما فاتها من أوقات لم تصليها وأوقات لم تراجع فيها القرآن. فسمعها ذلك الشاعر الكبير الأصمعي فرزدق، ثم نظر إليها نظرة ضحك تعجب، قال ويحك قاتلك الله من أفصحك. فقالت له قاتلك الله ومن أغناك. كانت تعرفه. وأين نحن من قول الله عز وجل وقد جمع في آية واحدة أمرين ونهيين وبشارتين. أما الآية فقول الله جل جلاله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا هو القرآن الذي يربي فينا الحيوية والنشاط ويربي فينا المحافظة على الفرائض والسنن، يربي فينا الأخلاق. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض يطبق آياته تطبيقا عمليا سلوكا واقعيا بين الناس. ومن هنا كانت ليلة القرآن ليلة القدر التي أعلى الله عز وجل قدرها بنزول القرآن فيها، فأنزل قرآنا ذا قدر، كتابا ذا قدر على نبي في قدر بواسطة جبريل في قدر على أمة ذات قدر، فأصبحت خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله جل جلاله والتطبيق العملي لآيات الله تبارك وتعالى سلوكا عمليا واقعيا بين الناس. كما قال الواقع خير شاهد، الذي يشهد لك بالإيمان والإسلام والتقوى والورع والأخلاق إنما هو السلوك العملي. في هذه الليلة المباركة يحرص المسلم على أنه معه شيء ثمين، شيء غالي يكاد يتفلت منه. من هنا إذا أحس بتفلته وضياعه مسك بتيامه واستشعر الخوف من فراقه، وعلم أنه ربما لا تأتيه ليلة القدر إلا وهو بين التراب والدود. فسنة عشتها بعد إخوانك الذين كانوا معك في العام الماضي وهم الآن بين التراب والدود، لا حركة لهم ولا عقل. والإنسان كما هو معلوم بين ثلاثة أشياء، بين الأجل والعمل والأمل. فإذا جاء الأجل توقف العمل وانقطع الأمل إلا في الله عز وجل أو في دعوة خالصة. الأيام تمر سراعا والشهر يكاد يتفلت من بين أيدينا، فقد كنا بالأمس القريب نستقبل الهلال واليوم يتفلت من بين أيدينا وهو العمر دون أن نشعر. وهي فرصة عظيمة أمامك أيها المسلم حين تتذكر أن الأيام تمر بك إلى مصيرك المحتوم. فيا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم استغفر ثم اعترف، أبشر بقول الله عز وجل في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نسأل الله العلي العظيم أن يجملنا لحميد الخصال والفعال. اللهم إنك عفو حليم تواب تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم يا ربنا بفضلك إلى صراطك المستقيم. تقبل منا الصيام والقيام آمين. وصل اللهم